السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي. النهارده هعمل لكم وصفة الرز المبوخ الليبي ان شاء الله. وصفة هتعجبكم قوي. عبارة عن قطع فراخ، التوابل كركم وملح وفلفل وجنزبيل وقرفة وبابريكا وورق لورا، معلقتين صلصة وطماطمية كبيرة مقطعة وبصلاية كبيرة مقطعة. هنجيب حلة ونحط فيها حبة زيت بس نوعه كويس. هنحط البصلة نشوحها شوية، وهنحط التوابل اللي قلت لحضراتكم عليها، وهنقلبها حلو عشان كله ياخد من طعم بعضه لحد ما البصلة تبقى شفافة كده وحلوة. هنحط الطماطم والصلصة وهنقلب برضو، نقلب شوية كده. بنحط بقى قطع الفراخ مغسولة طبعا كويس قوي ومتعان الجلد. شايفين اللون؟ تاخد لون بس كده، تتشرب من الصلصة والتوابل الجميلة دي. بنحط حوالي لتر مية مغلية، وبنقلب تقليبة وبنغطيها ونسيبها لحد ما تستوي براحتها بقى. شايفين كده استوي؟ شايفين لون الفراخ جميل ازاي؟ من الكركم بقى والتوابل بنطلع الفراخ من الصلصة دي، بنحطها في طبق على جنب كده. نعرف ان هي استوت ان العظمة بتبقى باينة من الفرخة زي ما حضراتكم شايفين كده في الدبوس. نركنها بقى على جنب. نبتدي نحط الخضروات متقطعة كبير علشان تستحمل. هنا بطاطس، دول الخضار اللي كان عنده في التلاجة، كوسة وبتنجان وحمص، كوباية حمص الشام مسلوقة، وقرنين فلفل أخضر. بنقلب ده كله. بنحط المصفى وفيها الرز اللي كان مغسول ومنقوع قبلها بربع ساعة. بنغطيها ونسيبها 10 دقايق. بعد كده بننزل الرز في طبق، في صينية كبيرة كده، وكده يعتبر نص سوا، لسه مدقدق يعني. وبناخد بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، لسه هو مستواش. احنا كده بنسويه على البخار. بناخد كوبشتين من الصلصة دي بتاع الخضروات وبنسقي بيها الرز. ده اسمها عملية تبويخ للرز، ان احنا بنطريه يعني عشان يقدر يستوي، عشان هو بيستوي على البخار. وبنقلبه كده حضراتكم عشان بيبقى طعمه جميل اوي، شكله زي ما انتم شايفين كده. نرجع بقى نحطه في المصفى تاني زي ما حضراتكم شايفين، وبنخلي فيه حتة في الوسط فاضية كده علشان البخار بيطلع منها. الحلة بتغلي من تحتيها وبنغطيها. وشايفين الرز كده استوى، مفلفل وجميل. شايفين ازاي؟ وايه رأيكم في اللون؟ جميل جدا، مفلفل. بنبتدي بقى نظبطها كده زي ما حضراتكم شايفين. من حته في الوسط كده، دي اللي هنحط فيها الخضار. برص طبعا الفراخ، وبنحط بقى الخضروات مشكله وجميله، اللي هي الكوسه بقى والبتنجان الاسود والبطاطس والحمص. كل دي فيها مواد غذائيه حلوه. تاكلوها بالهنا والشفا ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.